وأم القرآن القرآن يتبع. وقد تضمنت الفاتحة مقاصد القرآن الكريم، تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير. إذا كل ذي تتقاط سورة الفاتحة يعني ربك ذكر تدليخا سورة الحمد قراء، وعظ تدليخا مخر تدليخا القراء، عبادة تدليخا تزرع عبادة الحمد قراء، توحيد الحمد قراء. إذا كل ذي تدليخ سورة الحمد زياء بدأت تخوين ربي. وقد جاء عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فات كتاب وآيات الكرسي وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقل اللهم مالك الملك وقل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآيات معلقات بالعرش. إذن زين سنتين بعرش استتحى حزائن ليس بينهن وبين الله أمونغ أنن أمونغ رب ولا حنت مخلكلي ستان حجاب يبلنن زين كل مسرب تراخبين من زين سورة الحمد لله وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم وشهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكته وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. زين وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء كذا زي آيات زيادة إن الله على كل شيء قدير. زين كل جزء استتحى حزائن مسني عرشنا. أسنده أبو عمرو الداني في كتاب البيان له من أسماء الفاتحة قال خبت أسماء نسبحنا الحمد ومن أسماء الصلاة الحمد صلاة تباهي لا تطوع. لله عز وجل في حديثه الجليل قسمت صلاة بيني وبين عبدي نصفين صلاة منغوين أم منغو باريين أفكل مقيليان خلتنا مقيليا برالو رب جلاله. ولعبدي ما سأل نباري زحاته تخبئ الحمد جحر مقروء. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. حد باري ربي كله الحمد لله رب العالمين دحر دايلو إذناته زربا قال زربا يكون ربي سبحانه وتعالى بحد سزبولي الحمد لله رب العالمين تدايلو باري يبلا ربي حمدني عبدي يعني أي أمسجنني يبلاني يملسلو. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم الرحمن من دحر دايلو تباري انت يملسلو قال الله تعالى أثنى لي عبدي أثنى يا عبدي فولي غيرنا مغبسني زباري يبلو. وقال العبد إياك نعبد وإياك نستعين لا وإذا العبد الرحمن مالك يوم الدين مالك يوم الدين عند حردائلني قلت له مجدني عبدي مغبسني بارياي أبلسني بارياي كبرت ألبسني بارياي يبلو يوم الدين. وقال العبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك عند حدايلو حال عبدي ولعبدي ما سأل إذي نبارياي إذي تزدليز نورك خبارياي سلازي بارياي كاب حجيزة حتى تنخوب تزدورك زياء أنا تقزات كاي بناتك حجيزة بأخا نعاخا إزقزاء إذا يتخاب أزدليز نوركو إذا خاب حجي بارياي زحن خهوبئي. طيب فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله هؤلاء لعبد ولعبدي ما سأل. إذا نباريا هبه يلو خذ زحاتته قال زحاتة تلون كهوب قال زحاتة تلون كهوب إلي من ربي جل جلاله. سلازي إذا كل جزء من ربي سبحانه وتعالى قال بقالت الزرار بالله إذا صحمد مالتي. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي هريرة. طيب فقول سبحانه وتعالى قسمت صلاة المراد الفاتحة يعني الصلاة كفيليان باريين كل جل جلاله
انت مالو سورة الفاتحة ناباين مقيليا مالتي بخمس جباب أنا حرد ما تمقيلا وسمى صلاة لأن الصلاة لا تصير إلا بها نمنتان إذا سورة الفاتحة صلاة بالرب تسوي عواب زيا حادث زيا لأنه بزي بقى صلاة لزي قوم فجعلت الثلاثة الأولى لنفس المجمرية سلسته نمنجرون ننفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إذا أنت نربي سبحانه وتعالى نودن ناي نفسي انزل سلسته واختص بها تبارك وتعالى زين بين نعون خالق اي ملك آيات زين ثم الآيات الرابعة جعلها بينه وبين عبده ترابعي تخن من قروا أمنقون أمنقو باريان قسموا مالتي إياك نعبد وإياك نستعين لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه سبحانه وتعالى مخنياته اتباريا تحفلوا نفسه تحيتو ولا نقص ولا كالا حلافيخن انتي قبل نفسه تحيتو أنا تعقمي نابا خارج الزاز اللخو بحاجز ترحي أنا عقمي بالليل لا حول لي ولا قوة إلا يعني بجك حالي بحالت ببز بالليل بناتك حاجز تريكون زجزاء لخو إلو نفسه تذلل نفسه تحيتو من الله وذلك يضمن تعظيم الله تعالى سلزي زي إن يربي كبرت زمل زي آيات زي وهذا من فضل الله ورحمته بعباده أن فتح لنا باب رحمته زي فدرنا يرب خويننا عنان أمة سيدنا محمد عليه وسلم مسؤ كم نذكرنا يعني بملسن حتوني كم نمالالس مسؤ غيرنا ربي جل جلاله إذا خا رحمة سلزخنا ينبر كابكال يعني كم سبنا مسجبرنا كابكالوت أمة قبلتنا يعني رسول صلى الله عليه وسلم سلزخنا كل جزء بقولوا نزارب والله آيات أورد لنا وعلمنا كيفية سؤاله من فضل كابتناتو باللجأ كن حطت دلينا بخمية جباته رب سبحانه وتعالى ما أتزعل منا لأنه مريا نودسه سودسنا بدحريو ما دلينا لنا لك كم زين حادثة قلت اللي هات كده خلها انت أخذ تناي كرم قال غير قالوا زحلف قالوا تنادي حذكر هذا ما عالتكوا خمسة حجزنا هذا ما عالتكوا تشجر كهلا هسفلت أكره كهلا قال لك أقدم تخشكشوا ده أما جرش أنت تكبر ما زي أنا لا أدرينا لا مسينا حجنا عخدتنا خنياتو زي بقى خايف تركبني زي ما قال مسؤول كيف حجتي ناس انت أخذ قبر إذا سب كسكفوي تقدم زي قبر الكات سكفو ديو زي قبر كات سكفو قبر الكات الدليل ما نتطلبه ذلك يعني زي الله منا نبرب سبحانه وتعالى ما مجمري أنتاي جدو يعني السخاء تجنزب قباء كابين خاء السخاء لعلو خليخا السخاء نقوس مليك ومالك نانينا يوم القيامة أخل كل مسودس كانوا ومهدي الناس هدايا من قدرنا إلنا بدحريو نابتن الدليون مبتيو ومن أسمائها الحمد كمون الحمد تباهل يعني ناي مسقنا تباهل التي بدأت بحمده سبحانه وشكره على نعم والاعتراف بفضله مخنياته زياب بمسقنا سمر الحمد تباهلا بمسقنا سبحانه وتعالى بتحميد سورة الحمد تباهلا سواء إقرار بمنته وتعليما للعباد أمده سبحانه وتعالى وكره ليديم عليهم النعمة كل جزء بخام انت خير يعني بالحمد لله إلكا سجانا نيتزحب كان نعمة إلكا تجمروا لزخنت بخمزي الحمد تباهلا زيدهم من فضله كابت زلكا فضل بالسكام انتي بمسجانات وكما سميت الصورة المباركة يعني الصلاة والحمد تباهلت سواء الحمد تباهلت سواء لنا سمي ذلك أم القرآن أد القرآن تباهلت تسويعه ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الترمذي الحمد لله القرآن وأم الكتاب المثاني يعني رسول الله عنده بلوزي الحمد لله القرآن أد القرآن وأم كتاب أد كتابتي أد متحفتي أنا كل حفتي والسبع المثاني سبع المثاني يعني بلت تباهي شوعة آيات زحزتها إذا الفاتحة إلى ربي رسول الله عليه وسلم قال حديث حسن صحيح وفي البخاري سميت كتاب البخاري أم الكتاب لرسول الله عليه وسلم لأنه بدأوا